اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم طريقه عمل البوتنسلي في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه. يلا بينا نبدا الفيديو. هنقول بسم الله. اول حاجه عندي 3 كوبايات من الدقيق المنخول، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره من الملح، وعندي بيضه، ربع كوبايه من زيت الذره، وربع كوبايه من الزبده الصفراء في حدود 3 معالق. هبتدي بقى الم كل المكونات مع بعضها بالشكل ده. اكون محضره عندي كوبايه من الميه الدافيه، هبتدي انزل بالميه شويه شويه لحد ما العجينه تلم معايا. هي هتاخد في حدود كوبايه الا ربع من الميه. طريقته سهله جدا زي ما انت شايفه كده، مكوناته موجوده في كل بيت، هتعمليه في منتهى البساطه. طبعا البوتنسليه اسعاره زادت دلوقتي، الكيلو في حدود 100 او 120 في الافران. هتعمليه في البيت باقل المكونات والنتيجه ناجحه جدا. بعد ما عجنت العجينه هسيبها في مكان دافي لمده نص ساعه. هي مش هتختمر قوي عشان نسبه الملح اللي فيها. بعد كده اطلعها عندي على الكونتر وابتدي افردها بالنشابه زي ما انت شايفه بالشكل ده. هجيب عندي بقى السكينه او القطاعه وابتدي اعمل شرايط رفيعه. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا، لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. هبتدي بقى ابرمها بالشكل ده، هو بيكون ارفع من البقسماط. جيب عندي صينيه، الصينيه ما تكونش مدهونه اي حاجه. ابتدي ابرم بالشكل ده، خليه رفيع ويكون يعني احاول اخليه كله في سوا واحد. بعد ما هعمل الكمية دي كلها هيعمل معايا في حدود 3 صواني زي ما انت شايفة كده. هجيب عندي بقى صفار بيضة ومعلقة صغيرة من الخل وابتدي اقلبها وابتدي ادهن الوش بتاع البوتنسليه بالشكل ده، علشان انا هبتدي اوزع على الوش حبة البركة، سمسم، لو حبة كمون صحيح زي ما انت شايفة بالشكل ده. طريقته سهلة جدا، مخدش معايا وقت خالص، النتيجة كمان هتبقى حلوة قوي. هبقى مولعه الفرن على درجة حرارة 150 درجة، ويكون الفرن سخن قبلها. ده السمسم بعد ما يدخل الفرن هيطلع ويبقى معايا بالشكل ده، طالع لونه ذهبي، طعمه حلو قوي. مش عايزه اقولك على الريحه كمان، بجد تحفه، احلى من بتاع الافران. هتعمليه في البيت ضمن النظافه بتاعته زي ما انت شايفه بالشكل ده. عمل معايا الكميه دي، الكميه ديت من 3 كوبايات من الدقيق. بطريقه سهله جدا هتعملي احلى بوتنسليه في البيت، ينفع معاكي في اعياد الميلاد، في اي مناسبه انت تحبيها. بجد طعمه تحفه، جربيه بطريقتي. ولو عجبك اكتبيلي في كومنتات، واستنيني في وصفات تانية كتير. والف هنا وشفا. السلام عليكم.